مش عارف ايه اللي فكرني بالمقولة اللي بتقول رأيت الثقب في سفينتك من أول يوم لكنني اخترت الإبحار معك. وهي الحقيقة الأخت اللي قالت له كده هي عاملاها له بجميلة، يعني هي كانت عرفت إن سفينته مخرومة ولكن قالت أنا هركب معاك بقى ورزقي ورزقك على الله. ولكن الشيء اللي هي أخفته عنه أو اللي أخفته بالأحرى عن نفسها إن هي أصلا اختارت تبحر معاه عشان ثقافته إيه؟ عشان سفينته مخرومة. هي كانت متخيلة إن هي ممكن تصلح السفينة المخرومة، وإذ كأن خرم السفينة كان هو عامل الجذب في اختيارها للإبحار معه. أنت متخيل؟ يعني لو كانت سفينته سليمة ما كانتش تبحر معه. لا، أنا بدور على واحد سفينته مخرومة عشان خاطر أبحر معه. طب ليه؟ إيه السبب؟ نرجع للطفولة يا إخوانا. أي مشكلة بتبقى حضرتك شايفها ارجع للطفولة. في الغالب الأعم هي اختارت هذا الشخص عشان يثبت لها حاجة ما كانتش نجحت في إثباتها في الماضي. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا الوالد بتاعي ما كانش بيديني الحب اللازم، فانا اخترت شخص ما يدينيش الحب اللازم عشان اغيره واثبت لنفسي ان انا قادر ان اتحب. طب ما هو لو اداك الحب اللازم ده هو خلاص كده باظ، ما عادش يمثل صورة الاب اللي كان حارمني من الحب اللازم. يعني شايف الموضوع قد ايه معقد، قد ايه مركب. ولذلك نتمنى من كل اب وكل ام ادوا لاولادكم الحب اللازم من الاول. تقابل واحده زي الفنانه صباح. الفنانه صباح انت دي يمكن تعرف انها فضلت تتجوز كتير، يعني اتجوزت لحد اخر لحظه. يقال ان مامتها قالت لها انت مش جميله يا صباح ومش هتلاقي حد يتجوزك ابدا. ففضلت طول عمرها يا عيني عماله تتجوز عشان خاطر تثبت للدنيا كلها لا ده انا هتحب واستحق الحب، وهيفضل الرجاله يشوفوني جذابه وهيفضلوا يتجوزوني. وشوف اتجوزت كام واحده يا ماما. شفت الجمال؟ واحد تاني راجل تلاقيه دون جوان، له كميه علاقات نساء غير عاديه. بيعمل كده ليه؟ هل حبا في النساء؟ لو كان بيحبهم كان على فكره واحده بس تكفيك. اصل انت واحده بس لو هتحبها بجد وبكل طاقتك هتكفيك، هتشبعك. ما هو انت مش عشان بتحب الاكل او عشان انت جعان هتاكل خروف. لكن لو كلت خروف لا، انت عندك مشكله ابعد من حب الاكل بقى وابعد من الجوع. بعتذر، هو انت في عندك فراغ ما عايز تملاه بالاكل، في ثقب اسود ما مش هيملاه غير الاكل، او بتتوهم ان هيملاه الاكل. ما بيملاهوش طبعا. حضرتك بتتخن بتزداد في الوزن لكن هو ما بيملاهوش. الشخص الدنجوان ده حصل على علاقه مع واحده واثنين وثلاثه واربعه وعشره ومية عشان ايه؟ عشان يثبت لنفسه بس ان هو يستحق ان هو يتحب. والدته وصلته رساله وهو صغير انه لا يستحق الحب. كده طيب، طب انا هوريكم بقى ان انا استحق الحب. يبدا في علاقه مع واحده وتحبه يا عيني وما شبعتنيش. انا اصلا امي ما كانتش بتحبني، انت كده كسرتي ما لقيتش عندك اللي انا كنت بدور عليه اصلا. التانية التالتة الرابعة العشرة مية مليون ألف، مفيش شبع. مفيش شبع. عارف الفيلم اللي كان بيقول له ده بيفترس من غير ما ياكل ده مسعور؟ بيبقى حاجة شبه كده. هو الفكرة عنده مش حب النساء، مش حب الجنس، مش حب العاطفة. هو عنده ثقب أسود يعني نفسه يملأ ومش عارف، مش عارف يغذيه. أنت عارف وأنا صغير كنت بقول إن أتمنى إن أتجوز 1000 واحدة بيبقى عليه علاقة مع 1000 واحدة. اكتشفت إن الشخص اللي يبقى له علاقة ب 1000 واحدة أو جوز 1000 واحدة ده شخص لم ينجح في إنه يدخل في علاقة واحدة عميقة مع أي منهم. يعني ما هو أنت لما تبقى عارف 1000 واحدة هتعرف تفاصيل قد إيه من ال1000 دول. لكن عارف واحد بس لا، حافظها، عارف تفاصيلها وعارف مشاعرها. وانت عامل استثمار في واحده بس، فخدت كل الحب اللي عندها وخدت كل الطاقه اللي عندها وخدت كل العطاء اللي عندها. افيد لك، افيد لك من انك تدخل في 100 علاقه طياري ما لم تدخل فيهم الى العمق الكافي. انا ما كنتش مرتب النهارده اتكلم عن ايه. الموضوع بدا بان احنا بنتكلم عن الثقب اللي كان في السفينه، ولكن انا ما كان يشغلني هو فكره ان الانسان ينجذب الى ما يؤذيه. دي حاجه في منتهى البشاعه. من فضل حضرتك اعرف ما يؤذيك ايه يعني ما تنجذبلوش. وشوف انت بتنجذب له ليه. انت ايه الرساله اللي محتاج توصلها لنفسك؟ ايه اللي محتاج تثبته؟ بس اشكرك لحسن استماعك واشكرك ان انت اهتميت. سبسكرايب من فضلك. ممكن تاخد لفه في القناه تشوف ده كان في حاجه تانية عجبتك. واشوفك الحلقه الجايه على خير وسلام.